السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. النهارده ان شاء الله عندي اكل كده في التلاجة بايت، وهنعمل مع بعض كده حاجة حلوة للولاد. يعني لما بيكون عندي اكل بقى كده عاملاه وحطاه في التلاجة، بصراحة بيبقى اليوم ماشي هادي كده وبيبقى سلس وجميل. بس بقى يا ريت لو اول مرة تشوفيني، دي قناتي على اليوتيوب اسمها أشرقت الأنوار. أتمنى منك إن انت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمة الكل عشان يوصلك إشعار لكل فيديو جديد بنزله. إن شاء الله بإذن الله القناة هتعجبكم، خدي لك لفة كده في الفيديوهات السابقة، هتستفيدي منها كده حتى لو بحاجة بسيطة. يلا كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه كده هنعملها هبدا كده بدوره غسيل. طالما عندي اكل كده ويعني مجهزاه قبلها بيوم وحاطاه في التلاجة، بصراحه بيبقى اليوم ماشي سلس كده وحلو، ما ببقاش بقى متسربعه ولا متكربسه كده، ولا ورايا شغل كتير. النهارده كمان حتى قايمه من النوم براحتي كده. فاول حاجه عملتها شغلت على دورة غسيل كده. انتوا عارفين بقى الشتا والهدوم بتاعته وبتاعت الولاد وكده بتبقى كتير بقى، وبتبقى تقيلة وكده. عبيت الغسالة وحطيت بقى ايه شوية من برسيل الجل والكولروكس الالوان، وحطيت فانيش كده اللي هو الحبيبات ده. بحب احطه قوي كده في الغسيل بالذات بتاع الولاد دوت. لو في اي بقعه ولا اي حاجه بصراحه بينضفها وبيخليها جميله، وفي نفس الوقت بيحافظ على الالوان كده. إيه كده سبت الغساله بقى مع نفسها، وهتخلص كده بقى ايه وهنشر الغسيل كمان. وده زي ما بقول لكم كده ده كان اكل يعني ايه كنت حاشيه من قبلها بيوم يعني، وحطاه في التلاجة. فكنت عامله حسابي كده في حله زياده كده بحطها، بس ما بسويهاش، بسويها تاني يوم كده بتبقى طازه وجميله. ولما بتقلبيها بصراحه ولا بيبقى ليها يعني إيه يعني طعمها قصدي مش بيتغير ولا اي حاجه. كانت شوربة عندي برضو كده مفضياها في الكوباية ديت، غليتها كده. وابتديت ان انا انزل على المحشي بتاعي. ده يا جماعة حبهان وورق لورا وحاجات بقى من اللي هي النكهات اللي احنا بننكه بها الشوربة يعني. اديت بس كده لحلة المحشي رشة كده من الملح والكمون والفلفل الاسمر. وبعد كده نزلت بالشوربة بقى وبهزها زي ما انتوا شايفين كده، لان المحشي دوت تحته شرايح من اللحمة. فهزود كمان حبة كده علشان اضمن ان اللحمة تستوي معايا كده، وتبقى يعني ايه زي ما بيقولوا دايبة كده. هغطي عليها بقى كده وهسيبها لغاية لما تغلي خالص. وهنا بقى بعد ما غلت واتشربت الشوربة بتاعتها غطيت عليها. وزي ما انتوا عارفين عني بقى بحب احط بقى ايه الصاجة اللي هي بحطها تحت الحلة دي. دي بتحفظ بصراحة الحلة، ما بتطلعهاش معايا لطعة بقى ولا إيه ولا محروقة ولا اي حاجة. طبعا بقى اليوم ده كان زي ما بقول لكم بقى عندنا بقى دروس، واليومين دولات الضغط بقى بتاعت الامتحانات خلاص بقى العملي كل سنة وانتم طيبين. والايام بقى يعني ايه عمالين نجري ورا بعضنا فيها، والله ربنا يعيننا كده ويعين كل ام كده ويوفقهم يا رب في حياتهم، ويعوضونا بقى ايه التعب اللي احنا تعبناه علشانهم دول. خلاص بقى كده المحشي كان استوى معايا، فضيته كده على طبقين لان الولاد بقى جايين من درس ورايحين درس تاني. يعني بصوا اليومين دولت كلهم بقى ايه دبل كده، كل مدرس بقى بيحاول يراجع بقى ويقفل المنهج يعني. ففضيتهم على طبقين كده على اساس ان هو يبرد بسرعة يعني يعرفوا ياكلوا قبل ما يمشي يروح الدرس التاني. وده كان غدا النهارده، اللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. حطيت كده حتة مخلل زيتون كده على ليمون. وكان عندي كمان شوية ملوخية كده سخنتهم وحطيتهم جنب الأكل. وادي كده ايه المحشي بتاع النهاردة كده، الحمد لله والشكر لله. بصوا بقى حبة الزيتون دولت يعني هم يتاكلوا لوحدهم كده حاف. بس فده كان غدايا النهاردة كده حاجة بسيطة والحمد لله. بصوا يعني بصراحة الجو النهاردة كده محتاج فعلا حلة المحشي السخنة دي. يعني عايزة اقول لكم الولاد بيقولوا لي لو احنا ما كانش ورانا دروس كنا كلناها ودخلنا نمنا على طول. بس كلنا كده والحمد لله والشكر لله، اللهم اطعم كل جائع يا رب على وجه الارض. دخلت بقى كده على المواعين. طبعا بقى ايه همسك المواعين كمان لان انتوا عارفين الكسل بقى بتاع اليومين دولت والسقعه بقى والكلام من دوت. شغلت السخان بصراحه يعني مش هضحك عليكم كده، انتوا صحابي بقى واخواتي. فشغلت السخان بقى واستعنت بالله كده، وقلت اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. توكلت على الله كده وخدتهم، لان لو سبتهم هنام بصراحه وهتلهي في المذاكره مع الولاد ومش عارفه ايه، وهيبقوا عليا. وعايزه اقول لكم كمان اليوم اللي انا بنام فيه وما بغسلش المواعين واقول الصبح ان شاء الله هبقى اغسلهم، اوتوماتيك كده بلاقي الميه قطعه
والله العظيم حصلت كذا مرة يعني أكون تعبانة أو خلاص بقى كسلت بقى مع المذاكرة مع الولاد وكده، أو جالي حد أو معرفتش أغسلهم، فبقول خلاص بقى إيه إن شاء الله بإذن الله أول ما أقوم الصبح بإذن الله هغسلهم، ألاقي المية على طول قطع. فاستعنت بالله كده وخدتهم كده إيه غسيل على طول، هم كانوا بقى حاجات خفيفة كده مكان الأكل اللي احنا كلناه وخلاص على كده. وادي كده بسم الله ما شاء الله بعد ما خلصت المطبخ غسلت الحوض كده ونشفت الرخامات كده حواليا. بصوا بقى الدنيا معايا عاملة ازاي، الحمد لله والشكر لله. حطيت كده كل حاجة مكانها وغسلت الحوض كمان، اهم حاجة الحوض بقى كده يعني ايه عايزة اقول لكم البريق بتاعه دوت بيديني راحة نفسية كده رهيبة. بس والله العظيم مش بيكمل دقيقة، يعني ايه انا مجرد ما بصور كده وبعد كده خلاص شكرا. إيه بصوا انا بنفسي بقى اللي هبهدله دلوقتي. هعمل ايه بقى كمان، كنا خلاص بقى كده إيه يعني اتغدينا وغسلنا المواعين وذاكرت شوية مع الولاد وسبتهم بقى ايه يراجعوا بقى شوية على ما اقوم اعمل لهم حاجة حلوة. قعدت افكر اعمل لهم حاجة حلوة ايه، اعمل حاجة حلوة ايه. فبقلب في التلاجة كده لقيت عندي بقى لبن، فقلت والله لا عامله لهم رز بلبن. يعني ايه كان عندي من كل فيلم اغنية، حلة فيها شوية لبن بتاع كيلو كده ولا كيلو الا ربع، وكسرونة فيها بتاع نص كيلو وكده يعني. فهعمل بقى رز بلبن النهارده بطريقه سريعه جدا، لو انتي مستعجله بقى الطريقه دي هتنفعك جدا والله وجربيها وعلى ضمانتي. اول حاجه جبت كوبايه صغيره كده من الرز، غسلتها كويس وكنت حاطه كده في حله تانية شويه ميه يغلوا. الفايده من اللي انا هعمله ده ايه، ان الرز عشان مش منقوع ولا حاجه هيبدا يستوي معايا بسرعه كده وهيسهل معايا عمليه الرز بلبن ان هي إيه يعني نخلص في الوقت بسرعه يعني. فغسلت الرز وحطيته كده في شويه ميه اهو زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا اقلب فيه من وقت للتاني. طبعا لازم نقلب فيه من وقت للتاني عشان ما يلزقش معانا كده في الحلة ولا حاجة. وهنا بصوا بسم الله ما شاء الله بعد يعني ما كملش 10 دقايق بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. دي بقى من الطرق الجميلة جدا اللي بتسهل علينا بقى ايه الرز بلبن من غير بقى ما ننقعه ولا نقعد بقى نستنى على ما يتنقع ولا حاجة. هنا خلاص ابتدت المية اللي فيه خلاص بقى إيه يعني هتنشف، ففضيت كده بقى عليها نزلت باللبن على طول. وحطيت اللبن اللي كان في الحلة اللي بقولكوا كان في التلاجة ولقيت اللبن التاني اللي كان في الكسرونة رايب، بس طبعا مش هرحمه يعني هعينه كده في التلاجة اعمل بقرص ولا اي حاجة. وجبت كيلو لبن كده، يعني كده معايا الكوباية الرز الصغيرة اللي انتوا شايفينها دي واخدة حوالي 2 كيلو من اللبن. بصراحة كان طعمه حلو جدا وغني ومغذي وفي نفس الوقت. شوفوا بقى كده علبة الرز بلبن انتوا بتجيبوها من بره دلوقتي يعني بقت بكام بقى مع الاسعار الجديدة ديت. فبصراحة بقى يعني انتي كوباية يعني مج رز صغير شوفي هيعمل لك كمية قد ايه هتشوفيها معايا دلوقتي. بعد ما حطيت اللبن كده هنزل ب4 معالق من السكر. بس للأمانة أنا دقتهم بعد ما قعدت أقلب شوية يعني، فحسيت ان هو عايز تاني فزودت معلقتين تاني، فكده بالظبط يبقى واخد معايا 6 معالق من السكر. وبقعد بقى اقلب فيه كده. طبعا زي ما انتم شايفين البوتاجاز بقى مغسول والمواعين مغسوله والدنيا رايقه حواليا كده، فبحاول ان انا افنن لهم بقى لما بكون رايقه يعني كده. بس خلاص بقى هنا كان الرز بلبن دخل بقى معايا على سوا. هبتدي احط كده معلقه من الكريم شانتيه ومعلقه من النشا وهنزل عليهم بشويه ميه وهقلبهم مع بعض كويس كده وهحطهم على الرز بلبن. الخطوة دي من الحاجات الجميلة جدا اللي بتخلي الرز بلبن معاكي كريمي كده وطعمه بصراحة وبيفضل ابيض كده وجميل زي ما هتشوفي كده. بس هبتدي اقلب شوية كده في الرز قبل ما انزل بالنشا والكريم شانتيه، وبعد كده هنزل بالنشا والكريم شانتيه. بس اهم حاجة تفضل ايدي كده بتلف في الحلة علشان النشا والكريمة ما تكلكعش معانا في اللبن. اهو زي ما انت شايفة كده لو وصلتي بقى معايا لغاية هنا ما تستخسريش بقى في اختك اللايك، والله العظيم بتعب والله العظيم بتعب علشانكم، يعني بحاول ان انا اقدم لكم كل حاجة بمنتهى الصدق والامانة فما تستخسريش بقى فيا اللايك كده واكتبي لي كومنت حلو يشجعني كده. هنا بقى نزلت بالكريم شانتيه ونزلت بالنشا مع بعض كده وقعدت اقلب فيهم لغايه لما انتوا شايفين مفيش ولا كلكعه ولا اي حاجه. اخر حاجه بقى هتدينا تيست حلو قوي، ممكن يعني ان انت تستغني عنه برده معلقه سمنه بلدي
او تحطي مكانها قشطه. بس انا بصراحه حطيت النهارده معلقه سمنه بلدي، وحطيت كيس واحد من الفانيليا، ما كترتش فانيليا اكتر من كده، لان احنا عايزينه زي اللي بنجيبه من المحلات. المحلات بنشم فيها ريحه اللبن اكتر من الفانيليا. طبعا انا هنا حاطه معلقه سمنه بلدي، فهي بصراحه كفيله ان هي تغير لي اصلا ريحه الرز بلبن خالص يعني. فزي ما انتوا شايفين كده، هو بصراحه بيتكلم عن نفسه اهو. هسيبه كمان بقى ياخد معايا غلوتين اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا ابتدى من الجناب يعمل فقاقيع كده وبقى يغلي كويس. فكده خلاص بقى، يعني ايه، انا مش عايزه اسويه اكتر من كده. عايزه اقول لكم ان كل الموضوع اللي انا يعني عملت فيه الرز بلبن ده ما كملش معايا ساعه، يعني كده تقريبا حوالي ساعه الا ربع وانا بعمل في الرز بلبن. في طرق تانية بقى اللي انتي بتنقعي فيها الرز في اللبن، او بتنقعيه في مية وتغسليه، وبعد كده ترجعي تديله غلوة على البوتاجاز، وبعد كده تطفي عليه وهو في اللبن ومش عارفة ايه. بصراحة بحس ان هي بتاخد وقت مني كتير قوي، والطريقة دي بصراحة غيرت مفهومي خالص عن طعم الرز بلبن. هي نفس النتيجة، وهو نفس الطعم والله، ويمكن احسن كمان. هنا بقى طفيت على الرز بلبن، وخدته بقى كده ايه، ابتديت اصبه كده في البولات. بصوا قوامه اصلا، بسم الله ما شاء الله. يعني لبن كتير والرز قليل، بس هيديك قوام كده وطعم وريحة تجنن. اهو بقى قولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات كده، وقولوا ايه رأيكم في القناة وفي محتواها، ولو في اي حاجة انتوا عايزين يعني نتكلم فيها، او عايزين نقدمها مع بعض، او لو حد فيكم عايز اي حاجة يعني انا اقدر ان انا انزلها على القناة. احنا كلنا كده اسرة مع بعضينا، واخوات واصحاب، بنفيد وبنستفيد من بعض. انا عارفة ان كلنا كده ستات بيوت شاطرين، بس احنا بنتعلم من بعض، او بلاش بنتعلم ديت، انا بديكي فكرة ان انت تنفذيها بكرة، او انا اخد منك فكرة انفذها لاولادي النهاردة، فاحنا بنفيد وبنستفيد في نفس الوقت. ده كده بقى الرز بلبن بعد ما فضيته. عايزه اقول لكم الحبه اللي في الحله دول طبعا انا مش هرحمهم، يعني انا اللي هاكلهم. هنا مسكت الستة دولت كده وغلفتهم بستريتش راب، وقلت بقى دولت هسيبهم الصبح ان شاء الله الولاد بقى يفطروا بيهم. ودولت بقى كانوا اللي موجودين صاحيين بقى دلوقتي هياكلوهم بقى على طول. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.